مساء الخير للجميع، ويا رب إن شاء الله تكونوا جميعا بألف ألف ألف خير. حابة أرد من خلال هذا الفيديو على الإعلامية لما عباس اللي عم تطوف بهالكم يوم على وجه الأرض وطالع فيديوهات كما تطوف الضفادع على سطح المستنقعات. أول شي نصيحة حابة أنصحك يا لما إنه أنت لما بتصوري فيديو حاولي يا حبيبتي تبعدي التليفون عن وجهك، لأنه نحن صراحة عم نشوف أنف، ما عم نشوف لما عباس. هاي شغلة تانية، اليوم أنت عم تقولي إنه أنا ما عندي مشكلة مع الدولة السورية. لا يا حبيبتي، أنت رأيك هاد احتفظي فيه لنفسك. نحن مشكلتنا كلها مع الدولة السورية. نحن من بداية الثورة ما كانت مشكلتنا مع علوي ولا مع مسيحي ولا مع كردي ولا مع أرمني ولا مع شركسي، كل الطوائف على راسنا، باستثناء طائفتكم اللي لقى فيها بشار الأسد، عمل فيكم زي الحمار وركب عليه. سبحان الله، يعني انتو ما تغير عليكم شيء. قبل الحرب او قبل الثورة خلينا نقول كنتوا تشتغلوا بخبز التنور. بعد الثورة صرتوا تشتغلوا بورق الغار. على كل حال هو الشغل ما له عيب، لكن على هالتشبيح اللي شبحتوه للسيء الرخيص والله كان ممكن يعيشكم بقصور. الدفاع المستميت اللي دافعتوه عن الأسد كان ممكن يخليه، لو انه رئيس دولة وفيه ذرة من الوجدان، كان سكنكم بقصور من العاج. لكن للأسف هو صح له طائفة يركب عليها ويطلع أكتافها، وانتم مبسوطين وعاجبينكم عيونه الزرق وطوله اللي طول الزرافة. اليوم انت عم تقولي هاي البلد لازم نعمرها. طب هذا الحكي ليش ما حكيتي قبل ما تتدمر البلد؟ اليوم نحن مشكلتنا مع دولتك. نحن من البداية ما كانت مشكلتنا مع أي طائفة سورية، مشكلتنا مع دولتك. اليوم انت جاية عم تطلبي انه نقعد على طاولة وحدة ونمد ايدينا لبعض. والله يا لما عباس، هاي الايد اذا بتنمد لحدا موالي للنظام بترها اولى. انت عم تطلبي المستحيل. نحن من المستحيل نطبع مع هذا النظام او نقعد معه على طاولة وحدة، لانه انت ما دقتي الشيء اللي نحن دقناه ومر علينا. انت ما انقصفتي بالكيماوي، ما انقصفتي بالراجمات والصواريخ، ما انقصفتي بالطيران الروسي والطيران السوري، ما نزلت عليك الحاويات وانت نايمة. فيا عزيزتي، انت مرة بتطلعي بتنبحي على هذا النظام ومرة بتطلعي بتمدحي. يا ريت ترسي على بر وتفهمينا شو هو موقفك بالضبط، لأنه العواطف المشلخة هاي اللي انت عم تحكي فيها وانتو يا خيتي ويا اخواتي، لا، نحن ما لنا اخوة. نحن كنا اخوة قبل الثورة السورية، اما اليوم نحن اعداء. اعداء. هاي الفكرة اللي حبيت اوصل لك اياها. يعني انا ما بعرف من وين انتو بتجيبوا هاي الوقاحة. طالعة وعم تناشدي المعارضة وعم تناشدي الموالاة وعم تناشدي الشرفاء وعم تلعبي على وتر العواطف. حبيبتي، نحن بعد 12 سنة من هاي الثورة ما عادت تأثر فينا العواطف. نحن ماتلنا كتير من الشهداء. كل واحد من شهدائنا الأحرار والثوار مات ضفره بيسوى طائفتك كلها، وبيسوى عيلتك كلها، وبيسوى نظامك كله ودولتك العلية يلي انت طالعة عم تقولي ما عندي مشكلة مع الدولة. اليوم انت طلعتي تنبحي من كثر الجوع، لأنه الكلب ما بينبح إلا إذا كان جوعان يا عزيزتي. اليوم انت طلعتي عم تنبحي من شدة الجوع. والله لو عم تحكي ومبين من كلامك 1% إنه انت حرة وشريفة وقلبك على هالبلد كنا تعاطفنا معك. بس انتي إنسانة متلونة
أصلا أنت لحالك يا لما عباس عبارة عن ميليشيا لحالك. فوين جاية أنت عم تعرجي بحارة المكرسحين؟